بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات بين سبورتس في كل مكان، اهلا بكم وسهلا. تواصل لمباريات الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة، الدرجة الأولى السيريا A. لقاء ضمن مباريات الجولة رقم 14 التي انطلقت بالأمس، وكان انتصار لكروتوني على حساب بارما بهدفين مقابل هدف. أيضا كان هناك سقوط لليوفي، ولأول مرة يخسر هذا الموسم. خسر اليوفي أمام فيورنتينا في تورينو وب3 أهداف. اليوم موعد مع مباريات متبقية، 10 مباريات. نبدأها الآن بلقاء فيرونا والإنتر، ثم بعد ذلك 7 مباريات ما بين الميلان ولاتسيو، بولونيا وأتلانتا، روما وكالياري، أودينيزي وبنفنتو، سامدوريا وساسولو، نابولي وتورينو، سبيتسيا وجنوا. ترام كامل من لاعبي الانتر لهذه الرغبة الهجومية، وفاول من البداية على سكرينيار مدافع فريق التعادل هنا في هذا الملعب 2-2. وفي الانتر فاز الانتر 2-1. ضربة رأس تلعب على طول، كان خد فترة غرامة $15,000 وإيقاف مباراة. نص ملعب جهده كبير جدا جدا. أقصى اليمين على طول عند ماركو فاروني. بدأت الانطلاقة هي تاني على طول محاولات انطلاقة بشكل أشرف، 1 على 1 بدنيا، بسم الله ما شاء الله، سرعة وقوة، وإزاي يتحرك في أماكن الملعب وإمتى يدخل منطقة الجزاء. على الأيمن القريب فعلا. سكند بول على طول أشرف حكيمي، وتصويبة ولكن إلى ضربة المرمى. تصويبة لقطة الأخيرة ولكن إلى ضربة المرمى. أشلي يونغ أحد أصحاب الخبرة طبعا والمشاعل جدا، راسي جدا، جنبه تاميزي الكاميروني، لكن فاول. ناجح فريق كامل. ادي الضربه الحره عاليه فوق، تعدي على طول. السكند بول عام، ادي على طول اشلي يونغ بيبتدي يشتغل بالعرض، ولكن شيكاريني بيبدا دايما كويس. اشرف حكيمي يرجع ويلعب محترم، خبرته عاليه. ادي الباص الامامي على طول، استلام الاولى بسرعه للمنطقه المؤثره الحقيقه هنا. دخول برضو اللي لو طاروا متاخر. جناحي من 35 سنة، مرة الوحيدة في تاريخه، عالية فوق، ضربة الرأس على طول إلى ضربة المرمى. فريق فيرونا في نص ملعب كويس قوي، على طول إلى زكاني لكن بيضغط عليه ويعود في الوقت المناسب سكرينيار، وإلى ضربة ركنية. لسه الانتر على الايمن القريب، تتعمل سريعه. لوكاكو هو المحطه، لوكاكو عدى ومر، عدى الدبابه بالفعل، ولكن الى ضربه ركنيه. هو رامبو. الكره اللي بره منطقه الجزاء، يا ترى مين عليها؟ ادي ضربه الراس، ولكن تروح سهله الى حارس المرمى سيلفستري. والله كويس يا ولد، بكعب رجل جميل. لا 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 لا, لا سمير، ولكن سمير هاندانوفيتش، ويرد لوكاكو على طول بكره عرضيه، ولكن الى رميه التماس. لكن ازاي من زكاني. شوف دي ماركو الباك الشمال راح فين، وعلى طول حارس المرمى. ردة فعل كويسة وتركيز عالي، و60 درجة، 360 درجة، دايرة كاملة. امال ايه لو طاروا؟ حكم جنبه على طول، وانذار لاعب من فيرونا. هو فعلا دافيدوفيتشيك ياخد انذار تأجيل، يبدو ذلك. الانتر انذار شديد اللهجة للانتر من الباك الشمال الحقيقه الرائع دي، لان الالتحامات 100% لازم تكون عضلاتك وقوتك ومرونتك 100%، وتحمل القوه يكون. عملت لمسه قصيره صغيره، غيروا مكان الكره بس هو اللي يتناسب معاه. لوكاكو باص الامامي بقى، ده باص عظمته. درب روما، درب اليوفي، وخد احسن مدرب في ايطاليا، مدينه فيرونا، احد المدن. والسرعه لوكاكو، الله، دبابه، ولكن يا ولد لمسه فنان، ويجيب له الكرات العرضيه والكلام ده، هتلاقي هداف كبير. لكن انت مدي 2 حراس المرمى نجوم الشوط الاول. ضربه الراس تاني، ولكن مانشيني بيقول الانتر واليوفي تقريبا المستوى واحد يعني، والميلان حاجه عظيمه وحاجه. يا سلام على العمق الهجومي اللي عامله لوكاكو، ياخد منه تاني. كان لازم. بص الفرصه الكبيره دي، بص لو طاروا هيلمس ازاي، وشوف حارس المرمى، بص يا جماله. طبعا محظوظ انها في سكته، لكن برضه رد فعله جميل، لان ما جاتش في جسمه، ده جت عاليه وهو اللي ودى ايده ليها. ردة الفعل البصريه. باريلا بدأ يزيد. دي الحته اللي قال اني كنت يزودها لي، خلاني اخد ثقه التقدم للامام. تقدم يا رجل، تقدم يا باريلا. يلعب مع فريق الانتر. اريكسن خارج التشكيله بالكامل، سانشيز، نانجولان، كل دول خارج التشكيله بالكامل مع فريق الانتر النهارده.
حقيقه لغز 21 تعادل. ادي الباص الامامي، استلام لوكاكو، والله عامل شوط جميل، والله عامل شوط جميل يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. مجناني في الوقت المناسب كبير، والطاقه الكبيره اللي عنده. لوتارو بيشتغل فردي في وقت تكتيكي. ادي على طول اماميه يا ولد يا ولد. الباص الامامي بيرزيتش مش ممكن وحشه قوي قوي قوي. قد يكون اول الاستبدالات اذا ما غيرش البوزيشن بتاعه هيغير. مدافعين مستنيين عوده، ما ينفعش يمسك لان راجعه بتعمد من المدافع اشرف حكيمي. فين اشرف وانطلاقات شمال ولا اليمين؟ حكيمي ضاغطين عليهم 4. شوف يا جماعه، حكيمي بيرفع يا ولد يا ولد يا ولد. لوتارو من نصف فرصه، من نصف فرصه لوتارو. حكيمي قدر رغم الضغط عليه بالثلاثه الا ان لوتارو مع اول كره عرضيه طبيعيه منطقيه تتناسب وقدراته وامكاناته نجح ان يسجل المهاجم الهداف الموهوب بعد 8 مباريات صيام عن التهديف. ينجح لوتارو من موقع راس الحربه الاصيل. لعب كما يجب ان يلعب، تحرك كما يجب ان يتحرك. واشرف حكيمي رغم البلوك عليه بالثلاثه الا انه نجح ان يعمل العرضيه اللي بننادي بيها وبنطالب بيها ويبحث عنها لوتارو. الثاني معدل تهديفه بيزيد بقى في الربع ساعه بل النص ساعه الاخيره. الانتر مسجل 17 هدف من مجموع اهدافه. بعد كده ممكن يدي الفرصه لحد. البعض بيكابر على الايمن القريب بعيده عن بروزوفيتش. ثاني على طول قد يصوب يا ولد، ولكن خارج القائم الايمن. حلوه ما بين إيليتش، ما بين ريج، ما بين رغبه المدرب ايفا. مكان اللي لعب فيه رونالدو الظاهره وزلاتان ابراهيموفيتش في هذا المكان كان هدافا للدوري. برافو. نص الملعب على طول بروزوفيتش في اتجاه المرمى. كلام هو عايز كده عدى ومر يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. شفتوا اشرف حكيمي عمل ايه؟ يا ولد لعيب يا ولد لعيب ولكن هدف التعادل وغلطة الشاطر ب1000 يا رجل. غلطة لسمير اندانوفيتش اللي تألق وأبدع وتعملق في الشوط الأول ويخطئ خطأ لا يغتفر أمام إيليتش الصربي الصغير الذي شارك في وقت قاتل في نهاية الشوط الأول أو بداية الشوط الثاني. شفنا اللعبة الأخيرة صراع كبير جدا. فاروني الباك اليمين، يا سلام. بيعتمد دائما فريق فيرونا على تقدم الظهيرين بشكل الجناحين. بعرض الملعب على طول عليه فوق يا ولد. ضربة راس صعبة على الحراس. اي والله صعبة على الحراس. سكرينيار في الوقت المناسب على طول. دفاع فريق الانتر يتقدم والحل يأتي من الكرات العرضية ومن ضربات الرأس. ولتاني مرة الحل هو دائما ضربات الرأس. ينجح تمام الانتر في التسجيل وضربة الرأس من سكرينيار المدافع السلوفاكي يسجل بها هدف التقدم. ويعود الانتر ويضرب رقم لم يحدث من 9